شيرين عيساوي أخت سامر العيساوي المضرب عن الطعام. طبعا هو مضرب عن الطعام عشان حريته عشان كرامتنا. سامر من لما أعلن الإضراب عن الطعام هو بيمثل قضية وطنية إنسانية لا ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الفلسطينيين بدون أي تهمة ومعاملتهم معاملة وحشية. سامر في إضرابه عن الطعام وضع صحي صعب جدا جدا. الجميع بحذر من خطورة وضع سامر الصحي. عشان هيك الكل لازم انه يتضامن مع سامر، الكل لازم ينصر سامر، لانه سامر بيمثل ضمير كل انسان حي، مش بس انه احنا اهله او اهل العيسوية او القدس، بيمثل ضمير كل انسان. مقصرين بواجب سامر. نحن مش بنطالب، التضامن بيجيش بطلب، التضامن من تلقاء نفسه الانسان. نحن فلسطينيين وقضيتنا واحدة، شعورنا تجاه بعض لازم يكون واحد. لانه انا لما انا ابني او كل اولادي انا ناضلوا من اجل فلسطين، فبدهمش يلاقوا انسان يوقف معه في قضيته. يعني التضامن بيجي من تلقاء نفسه، الواحد بيطلع. انا ما بطلب من حدا يجي يتضامن معي او مع ابني. هذا الانسان الفلسطيني مجبر، مش مجبر لانه فلسطيني، وسامر بدافع عن كرامته وكرامه كل الفلسطينيين، مش بس عن كرامته لحاله وحريته. لتاريخ اليوم 11/1 انه يوميا في اقتحامات، يوميا في اعتقالات، اطلاق نار، اطلاق اعيرة صوت، اعتقالات بشكل رهيب. يعني حتى الان تم اعتقال بحدود 200 شخص، إقامة جبرية، تم هدم بيت أخوي رأفت، تم قطع المي عنا، تم اعتقالي 24 ساعة، حبس منزلي 10 أيام، 6 أشهر ممنوع أدخل المحاكم وأمارس عملي، تم استدعائي لمدة أسبوع كامل يوميا لتحقيقات عند الشرطة والمخابرات. ما كان في أي شيء إلا أنه عشان سامر وإضراب سامر. مرة في الأسبوع 10 دقايق ربع ساعة. هالطلاب في الجامعة أنا حاطط، يعني كنت كل أملي إنهم يوميا يكونوا عندنا طلاب الجامعة، لأنهم فلسطينيين وعرب زينا زيهم، وهم شافوا الأمرين من الإسرائيليين ولا يزالوا. يعني هلا أنتوا في الجامعة مش ما فيش تفرقة بين يهودي وعربي. بحكي لسامر انه سامر اطمن، الكل موجودين معك، الكل عم بدعموك، الكل عم بيطلعوا بمسيرات تضامن معك، اعتصامات، في ضمائر حية موجودة بكل العالم مش بس بفلسطين، بدعموك وبناصروك، والكل بدعي لك وبده حريتك، وانك تستمر وتضلك قوي لحتى انه تنال حريتك، واحنا كلياتنا معك.